فضيحة كروية تضاف إلى سجل مهازل الكرة الجزائرية، وهذه المرة في مقابلة شباب القبائل وشباب قسنطينة، حيث في 3 لقطات أو 3 ضربات جزاء لا غبار عليها. التحكيم في الجزائر يسير إلى نحو الهوية. هل حقيقة في هذه المقابلة شفنا فيه 3 ضربات، حتى غرفة الفار لم تتدخل في هذه ضربات الجزاء، أو حتى الحكم الرئيسي لم يقم بمعاينة هذه الأخطاء، حيث شفنا في لقطة في وسط الميدان حيث غرفة الفار تنادي الحكم الرئيسي ويروح يشوف من أجل بطاقة حمراء، ولكنها في الحقيقة ما هيش بطاقة حمراء لأرتور باردا. ولكن شفنا أنه حالة تحكيمية كان من المفروض أن يعود إليها حكام الفار والحكم الرئيسي. هل هذه راكم تشوفوا في هذه اللقطات فضيحة من عيار ثقيل تضاف إلى سجل المهازل الكروية الجزائرية.